في عشرات من ادوات الاي اي بتقول لك هعمل لك تطبيق جاهز، ولكن كلهم بيطلبوا حاجه واحده، هي انك تكون بتعرف تكتب اوامر من الاول بشكل صحيح. بس خلينا صراحه شويه، معظمنا مش خبير في كتابه الاوامر للذكاء الاصطناعي عشان تطلع بنفس النتيجه اللي في دماغه. احنا بنقعد نكتب ونصحح ونعدل لحد ما نصدع او حتى نلغي الموضوع تماما. بس تخيل معايا لو عكسنا الموضوع، يعني بدل ما تكتب امر تكتب مشكلتك مباشره، فتتحول المشكله دي الى حل موجود قدام عينيك بدون ما انت اللي تفكر ايه هو الحل المناسب وايه هو التطبيق اللي انا محتاجه عشان يحل مشكلتي دي. ده بالظبط اللي بيعمله موقع واكا دوت اب اللي هكلمك عنه النهارده بمنتهى البساطه، وهعرفك عنه كل التفاصيل اللي محتاج تعرفها. فياريت تركز معايا شويه لان ده واحد من اقوى الادوات اللي انت هتستخدمها في شغلك. ببساطه واكا هو كل وظيفته ان هو يعمل لك تطبيق مخصص لاستخدامك او استخدام موظفينك يحل مشاكل شغلك. تقدر تستخدمه وتجربه مجانا او حتى تطور من نفسك اكتر وتجرب النسخه المدفوعه، ولكن انا هقول لك بعدين ايه الفرق ما بينهم. بس الاهم دلوقتي هو البساطه والسهوله للموضوع. انت كل اللي عليك تروح للموقع وتعمل حساب وبس كده، خلصت كل حاجه، لانك هتلاقي اسهل وابسط طريقه ممكن تلاقيها لصنع التطبيق، وهي من خلال الشات اللي موجود قدامك. تقدر تضغط على علامه المايك وتقول له مشكلتك بصوتك او حتى تكتب كتابه لو انت حابب. يعني انا مثلا ممكن اقول له الكلام ده: انا مدرس لغة عربية وعايز أبدأ أجهز حصص وأنظم مواعيد دروس طلابي. مشكلتي إن كلهم بيبعتولي على واتساب وعاملين لي دوشة كبيرة. عايز تطبيق يحل مشكلتي ويعرفني كام طالب حجز معايا المادة والميعاد اللي اختاره ودفع مقدم ولا لأ، وأنا أأكد الحجوزات أو ألغيها أو أغير المواعيد بلوحة تحكم بتاعتي أنا ولوحة تحكم للمساعد بتاعي. طبعا أنت تقدر تكتب له مشكلتك أنت أيا كان نوعها إيه وأيا كانت الشغل أو الوظيفة او المشكله اللي بتواجهك، ايا كان اللي تتخيله. بعدها تقدر تضيف مثلا وتقول له حاجات اضافيه زي انك عاوز اسم التطبيق يكون اسم معين، وهو كمان لما تبعت له مشكلتك ممكن يسالك شويه اسئله اضافيه هتخصص التطبيق مظبوط حسب شغلك او مشكلتك انت. بعد ما تجاوب على كام سؤال هيساله لك، حرفيا في دقائق معدوده هيكون التطبيق جاهز وموجود قدامك وجاهز انك تجربه. بعد ما تجرب التطبيق وتختبر كل حاجه بنفسك وتتاكد ان هي كل حاجه كويسه وتمام كده، كويس جدا. طيب نفترض ان واجهنا اي مشكله او الشكل مش عاجبنا او عاوزين نغير او حتى نضيف ميزه جوه التطبيق. كل اللي عليك تعمله انك تكتب له من خلال المحادثه دي. بعد ما تكتب له الكلام او الحاجات اللي انت عاوز تغيرها هياخد منك الملاحظات ويبدا يشتغل ان هو يعدل لك التطبيق بالكامل. يعني انا مثلا ممكن اقول له عدل الاسم او ضيف الميزه الفلانيه، او حتى عاوز وصول للوحه التحكم للمساعد بتاعي بالاسم الفلاني والرقم السري اللي انا اختاره. بعد ما التطبيق يكون جاهز عندك كلمة نشر، لما تضغط عليها هيحمل شوية ويظهر لك لينك. انسخ اللينك ده وافتحه على المتصفح، اضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول واختار تثبيت وإضافة إلى الشاشة الرئيسية. بكده التطبيق بقى جاهز وموجود على موبايلك. لو عاوز المساعد بتاعك يستخدمه ابعت له اللينك الخاص بالتطبيق وهو يدخل الرقم السري والباسورد اللي انت عملته له ويقدر يستخدمه كمساعد بتاعك بمنتهى السهولة. طيب لو انا عاوز الطلاب او الزباين بتوعي يوصلوا للتطبيق ده، كل اللي عليك تنسخ رابط التطبيق وتحطه عندك في البايو او حتى على الواتساب او الحته اللي انت بتنشر فيها الشغل بتاعك، واللي هيدخل على اللينك هتلاقي التطبيق جاهز قدامه، يقدر يحجز ويضيف كل الحاجات اللي انت حابب ان هو يضيفها على التطبيق. بس تخيل كمان انك تقدر تنشر التطبيق ده سواء على الاب ستور او حتى على جوجل بلاي، ولكن دي من ضمن النسخه المدفوعه. وبصراحه لو انت ناوي تطور من شغلك قدام انصحك جدا بالميزه دي. طيب نفرض ان الموقع معقد بالنسبه لك، ولو اني اشك في ده، تقدر بمنتهى السهوله انك تعمل تطبيق على التليجرام. لو دخلت على الموقع بعد ما تعمل حساب واخترت المساعد، هتلاقي هنا عندك انك تقدر تختار مساعد من التليجرام او حتى على الديسكورد. لو دخلت على التليجرام هتلاقيه فتح لك شات مع بوت، بمجرد ما تبدا وتتكلم فيه تقدر تطلب منه يعمل لك اي تطبيق او يعدل لك عليه وهيبعت لك لينك التطبيق جاهز. الحلو في الموضوع ان زي ما قلت لك تقدر تبدا وتجرب مجانا، هو بيدي لك كريدتس يوميه حوالي 8. النسخه المجانيه بتدي لك كريدتس يوميه بتتجدد كل يوم، وتقدر من خلالها تبدا وتنشئ اول تطبيق ليك تبدا تجربه وتختبره بنفسك. هيفضل متاح للاستخدام لمده 14 يوم من وقت النشر، ولو عاوزه يفضل شغال من غير توقف طبعا تقدر تشترك في الخطه المدفوعه. انا من رايي ابدا وجربه دلوقتي وحل مشكلتك مجانا، وابدا اختبره وجرب كل المزايا بنفسك، وبعدين اذا حبيت تطور من نفسك والموضوع فعلا هيعود عليك بفايده تقدر تشترك في الخطه المدفوعه.
من رأيي ما تستهونش بالفكرة، لأنها مش بس هتوفر عليك وقتك وتحل مشكلتك زي ما أنا قلت لك، أنت كمان هتكون مختلف وسط المنافسين بتوعك، لأنك هتعرض شغلك بشكل احترافي وسهل أكتر للناس، وده بيخليك تقدم نفسك بشكل أفضل بكتير من الطرق العادية. عشان كده ده اسم الموقع مرة تانية، جربوه بنفسكم وإن شاء الله تحلوا المشاكل اللي بتواجهكم في شغلكم، واكتبوا لي في التعليقات المشاكل اللي عندكم وقدرتوا تحلوها ولا لأ.